بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معنا اليوم أحبابي في الله رؤيا عن المهدي بعنوان: نعم يا مهدي، هي في انتظارك الآن تستوجب ظهورك. يقول الرأي: السلام عليكم، قرأت سورة البقرة وبدأت في قراءة سورة النور، فنمت أثناء القراءة فرأيتني أرسل رسالة إلى المهدي عليه السلام، وكنت سأكتب له صباح النور، فرأيت رسالتي تكتب بسرعة وكأنه تملكني شيء من النور. كنت أشعر في المنام أنه نور الله، وبدأت يداي تكتب رسالة للمهدي صلاح النور، فرأيت المهدي وضع عليها إشارة قلب، وأفقت وشربت بعض الماء، ثم أعدت قراءة سورة النور، ونمت مرة أخرى فرأيت رئيس إسرائيل، وخلفه ظل الدجال، ولكنه فقط ظل، ولكن يداه تختلط بأيديه. كانت أيدي الدجال 4 من ظل، وأيدي رئيس إسرائيل لكنهما معا 6 أيدي تتحرك في كل مكان وطويلة جدا. ورأيتني أقف أمامهم، والمهدي يقف خلفي، وهم الاثنان يحاولان التقدم ولا يستطيعان، فقط أيديهم التي تطال كل شيء إلا نحن. ورأيتني أتحجب بحجاب جدتي رحمه الله، كان حجاب أبيض طويل وكبير وجميل يغطيني والمهدي معا. فقال لي المهدي إنه سيتفاوض معه، أي مع رئيس إسرائيل. فسمعت هاتفا يقول: الشهادة تستوجب أرض الشهادة. فتغير المشهد بحيث رأيت أنني هنا في غزة والمهدي في بلده، وكان يقوم بحفر الأرض، وكنت أراه بروحي وأحدثه بروحي. سألته: لما يحفر الأرض؟ فقال: نفقوا الأمريكان، وأفقت على ذلك. أما تأولها إن صدقت الرؤيا فقلاع المسلمين في انتظار المهدي الفاتح الجديد. هذا أحبابي في الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.